الحياة، إذ يعيش في مزرعة مهجورة ويلجأ إلى حرق قطع الأشجار للتغلب على مشكلة الطقس قاسي البرودة، فيما يعاونه مواطنون بتزويده بإطارات بالية ليحرقها أيضا. بالطبع ذلك المتشرد ليس كائنا فضائيا، وإنما هو التشيكي دوليزال لودفيك، والبالغ من العمر 58 عاما، حيث أطلقت عليه جريدة ديلي ميل البريطانية لقب أقذر رجل في أوروبا. وبالطبع فإن أقذر رجل في أوروبا لم ينم على ريش نعام، بل اختار أن ينام في قلب الرماد من أجل الحصول على الدفء اللازم، والذي لم يجده بين البشر، بل وجده وسط أشجار الغابات بعد أن ترك عمله ليعيش هائما وشريدا. ولأن أوروبا تقدر العاطلين وتنفق على البطالة، فقد قررت السلطات التشيكية له مبلغ 80 يورو كإعانة بطالة شهرية، أي ما يعادل مبلغ 800 جنيه مصري فقط لا غير، وتقوم بدفعها لأحد المطاعم التشيكية، والذي يمنحه يوميا بموجب مبلغ الإعانة كل ما يحتاجه من غذاء خلال اليوم. ولم يعرف بعد المحللون النفسيون سبب تمرد التشيكي دوليزال لودفيك على الحياة، بينما يرى مواطنون أن التمرد لا يأتي من فراغ. والسؤال الذي يبقى: إذا كانت إعانة